السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا عشان نشوف هنعمل مع بعض وصفة ايه النهاردة هعمل معاكم محشي الكوسة، وهنسلق جنبيه لحمة. بس قبل ما نبدأ، انزلي اعملي سبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش معانا، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ويلا عشان نبتدي. اول خطوة هسلق معاكم اللحمة علشان تستوي، على ما نجهز للمحشي بتاعنا، علشان هنعوز المرقة بتاعتها في التسوية. اول حاجة هننزل بحلة على النار فيها مية ونسيبها لحد ما تغلي. بعد ما المية بتاعتنا تغلي هنبدأ نسقط اللحمة بتاعتنا قطعة قطعة، وما بين القطعة والتانية هنسيب مسافة حوالي دقيقة او لحد ما القطعة اللي قبلها تاخد لون بني بالكامل. خلاص هننزل كل القطع بتاعتنا وهنغطي عليها بقى لحد ما المية ترجع تغلي معانا تاني. هنا هقول لكم بقى كام تركه كده علشان اللحمه تطلع معاكي مستويه كويس ودايبه. اول حاجه، لو اللحمه بتاعتك متجمده هتطلعيها من قبلها بساعتين لحد ما تفك خالص. لو سلقتي اللحمه وهي متجمده هتطلع معاكي مأستكه. تاني حاجه، اول ما الميه بتاعتك خلاص غليت، هنسيب اللحمه تاخد غلوتين على نار عاليه، بعد كده هتوطي النار خالص وتسيبيها تستوي براحتها خالص مده ساعه ساعتين زي ما تاخد وقت. دي خطوة برضو مهمة جدا علشان اللحمة بتاعتك تطلع مستوية كويس، ما تبقاش مأستكة وتشد معاكي في الأكل. وحاجة مهمة كمان نسيت أقولها في البداية، اللحمة بتاعتك لازم تنزل في مية مغلية، ما ينفعش تنزليها في مية ساقعة وتسيبيها تغلي مع المية. الخطوة دي مهمة جدا جدا، علشان ديت حاجة هتخلي اللحمة برضو تأستك معاكي وتشد في الأكل وما تطلعش مستوية كويس. معلومة أخيرة بقى، ممكن كلكم تكونوا عارفينها بس هقولها برضو لربما يكون محدش عارفها. الملح بتاع اللحمة بيتحط في الآخر خالص، آخر حاجة خالص بعد ما اللحمة بتاعتك تستوي بالكامل، لأن لو حطيت الملح في البداية هيأخر معاكي سوى اللحمة خالص، ممكن تاخد منك 3-4 ساعات على ما تستوي، ومش هتطلع برضو مستوية ودايبة، هتطلع معاكي مأستكة برضو. بس كده، دي كل التركات اللي هتخليكي تطلعي اللحمة بتاعتك مستوية كويس ودايبة معاكي في الاخر. يلا علشان نرجع لباقي خطواتنا. هنا اللحمة بتاعتنا بعد ما غليت تاني، هنبدأ بقى نشيل اي ريم كده يظهر على الوش. هنا اللحمة بتاعتنا ما شاء الله نظيفة جدا، فعشان كده مش مطلعة ريم. هننزل عليها بقى ببصلة كبيرة كده. البصل هنا مهم يا جماعة علشان هيشيل اي زفارة في اللحمة، وهيدي للشوربة طعم لذيذ جدا، هو اللي بيخلي الشوربة طعمها كويس. فحطي بصلة كبيرة. هنا هننزل بفصين من الحبهان وورقة لورا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنا ربع معلقة من البهارات السبعة. ما تكتريش بهارات علشان تطلع الشوربة بتاعتك كده طعمها كويس وما تمررش معاكي من كتر البهارات. يلا بقى هنعمل المحشي بتاعنا. اول حاجة معانا هنا نص كيلو من الطماطم، هنقطعها تقطيع كبير كده. بعد ما خلصنا الكمية كلها هننزل بيها في الخلاط وهنضربها لحد ما تبقى عصير من غير مية خالص يا جماعة. لو اضطريتي هتحطي بس ربع كوباية من المية بس عشان سكينة الخلاط تشتغل معاكي. هنا الطماطم بتاعتنا هنصفيها. مهمة اوي خطوة التصفية دي يا جماعة علشان نشيل اي قشر او بذر في الطماطم. هنقلب بقى كده على ايه لحد ما الطماطم بتاعتنا كلها تتصفى. دي كده الطماطم بتاعتنا بعد ما صفيناها. تاني حاجة بقى هنعملها البصل. معانا هنا كده حوالي ربع كيلو من البصل، هنقطعهم تقطيع كبير كده وهننزل بيهم في الكبة ونفرمهم. لو كبتك بتعصر البصل بلاش تفرميهم في الكبة، تعصرهم، قصدي ان هي تنزل المية بتاع البصل. افرميهم على ايدك احسن. هنا هننزل بالحلة فيها مكعبين كبار من الزبدة ومعلقتين كبار من الزيت. هنسيبهم بقى لحد ما الزبدة بتاعتنا تسيح كده، وننزل بقى بالبصلة بتاعتنا.
ونقلب بقى كده لحد ما الزيت والزبدة يتوزعوا على البصل كله. هنفضل بقى نقلب لحد ما البصلة بتاعتنا تاخد لون شفاف، ما تسيبهاش تحمر منك عشان ما تمررش في المحشي. كل ده والبوتاجاز شغال على نار عالية. خلاص البصلة بتاعتنا جهزت، هننزل عليها بقى بالطماطم وهنسيبها بقى لحد ما الطماطم بتاعتنا تبدأ تغلي كده. هنهدي النار بقى ونسيبها لحد ما تتسبك خالص. ده كده شكلها بعد حوالي 10 دقايق. ده الشكل النهائي بتاعها. تكون الطماطم بتاعتنا بخرت كل المية اللي فيها كده والتسبيكة بتاعتنا تبقى تقيلة. هننزل هنا بقى بالملح بتاعنا وفلفل اسود بس، مش هننزل بأي بهارات تانية خالص، ورشة من السكر طبعا عشان حموضة الطماطم. خلال ما التسبيكة بتاعتك تكون على النار وبتجهز، هتكون انت بتجهزي الكوسة. هتقوريها بالشكل ده كده وهتجرديها بالمقوار من بره كده، هيديها شكل جمالي وهيساعد في ان انت تتخلصي من اي شوائب على الكوسة. واغسليها بقى كويس جدا. هنتنقل بقى للخطوة اللي بعدها وهي تقطيع الخضار. على ما التسبيكة بتاعتنا تكون بردت. مهم جدا نسيب التسبيكة تبرد يا جماعة. معايا هنا حزمة من الشبت وحزمة من الكزبرة ونص حزمة من البقدونس. البقدونس ده اختياري، ممكن تضيفيه او لأ. هنبدأ بقى نقطع الخضار بتاعنا كده ونفرمه فرم ناعم جدا. هخلص بقى كل الكمية. وده كده الشكل النهائي بتاعنا بعد ما الخضار اتقطع. بعد كده بقى معانا كوبايتين من الرز، يكونوا مغسولين كويس جدا ومتصفين من المية، مش عايزين فيهم اي مية خالص. هنجيب الصينية اللي هنرص فيها المحشي بتاعنا، هننزل فيها كده بمعلقتين كبار من الزيت ونوزعهم كويس بالفرشة ونركنها على جنب. هنجيب التسبيكة بتاعتنا بعد ما تكون بردت، هننزل عليها بالخضار لحد ما الخضار بتاعنا يمتزج مع التسبيكة كويس. هنزل هنا بمعلقة من الصلصة. الخطوة دي اختيارية، لو الطماطم بتاعتك حمرا كفاية هتستغني عن خطوة الصلصة. هننزل بقى بالخلطة بتاعتنا على الرز ونقلبهم مع بعض كويس. هنظبط هنا الملح بتاعنا ونزود رشة فلفل اسود. بحب ازود انا الفلفل الاسود في الاخر كده فريش، يبقى بيدي نكهة قوية للخلطة بتاعتي. هنا كده ده شكلها النهائي. هروح اعبي الكوسة بتاعتي بقى وارجع لكم. دي الكوسة بتاعتي بعد ما عبيتها كلها. يلا علشان اقولك كام ملاحظة كده علشان يطلع معاكي المحشي مظبوط. اول حاجة ما تضغطيش الرز في الكوسة جامد، وهتسيبي مساحة كده من فوق حوالي 1 سنتي علشان الرز ياخد راحته في السوا ويلاقي مساحة يستوي فيها. يلا علشان اقولك السوا المظبوط ازاي. اول حاجة هتدخلي الصينية بتاعتك على الارضية بتاعة الفرن على اعلى درجة عندك، على درجة حرارة، لمدة نص ساعة لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف من تحت خالص. وهتلاقي الكوسة معاكي طريت زي ما انتي شايفة كده. هي مش باينة في التصوير قوي بس هي اخدت لون ذهبي خفيف خالص من تحت. هنا بقى هنحط العقد بتاعنا، هنظبط الملح بتاعه لو كانش الملح مظبوط وهنضيفه. مقدار العقد بتاعنا هنا بيغطي ربع المحشية من تحت او ربع الصينية. ما تكتريش لو عايزة المحشي يطلع معاكي ناشف وحلو في الاخر. هندخل بقى الصينية بتاعتنا مرة تانية بس هنغطيها المرة دي لمدة نص ساعة كمان. بعد نص ساعة هنشيل الغطا ونرفعه على الرف اللي تحت الشواية على طول ونشغلها على اعلى درجة. بس قبل الخطوة دي بقى هنجيب معلقة من الصلصة عليها معلقة من الزيت او الزبدة على حسب ما تحبي، وهنخففهم بمعلقة مية وهندهن وش المحشي بتاعنا. ولو انتي عاملة بقى لحمة او فراخ هتحطيهم برضو مع المحشي وتدهنيهم بنفس الصلصة ديت، هياخدوا معاكي لون ذهبي جميل جدا وهيدوا المحشي طعم لذيذ خالص.
زي ما هتشوفي دلوقتي كده. ده كده شكل المحشي بتاعي بعد ما استوى. ويلا علشان نقدم بقى المحشي بتاعنا، هنرصه في الطبق بالشكل اللي يعجبك، ونحط اللحمة كده على الوش او الفراخ على حسب. ده كده شكله النهائي. بالهنا والشفا لكل اللي هيجربه. لكل اللي وصل معايا في الفيديو للنقطة دي احب اشكره. يلا انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، وشاركي الوصفة مع كل حبايبك. بحبكم.